المكالمة الأخيرة. أسرة نيرة طالبة العريش تكشف كواليس الحديث الأخير مع والدتها. ابن عم الطالبة نيرة صلاح قال إن نيرة اتصلت بوالدتها قالت لها إنها تعبانة وبترجع. وقال ابن عمها في بث مباشر للقاهرة 24 مع أسرة الطالبة بقرية 100 طريق بالمنصورة إن نيرة ما توفتش نتيجة تناولها حبة الغلة، وإن بنت عمه توفيت بمادة سامة غير معلومة حتى الآن. وأكد أنه تم تقديم مذكرة لفتح التحقيق مرة أخرى في وفاة نيرة وسبب وفاتها، مشيرا إلى أن أسرتها مش هتتنازل عن حقها، وأن هم مش عارفين اللي دار بين أصدقائها في جامعة العريش. تداول رواد التواصل الاجتماعي صور للطالبة نيرة صلاح وصور تانية للمتسببين في ابتزازها وإقدامها على تناول مادة سامة غير معلومة حسب تقرير مستشفى العريش العام، حيث تداول رواد محادثات بين الطلبة تؤكد أن شخصين من أصدقائها هددوها في حالة عدم اعتذارها هيتم نشر صور خاصة ليها على صفحات التواصل الاجتماعي. وبترجع الواقعة لما نشر القاهرة 24 عن وفاة طالبة بجامعة العريش نتيجة تناولها مادة سامة غير معلومة، وتم نقلها المستشفى العريش تحت تصرف الأجهزة المعنية، حيث تلقت الأجهزة المعنية بلاغ بيفيد بوصول طالبة بجامعة العريش مصابة بإعياء شديد نتيجة تناولها مادة سامة غير معلومة وتوفيت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية. كشف تقرير المستشفى اللي حصل عليه القاهرة 24 عن وصول نيرة صلاح محمود 19 عام للمستشفى مساء السبت مصابة باضطراب في درجة الوعي وهبوط حاد في الدورة الدموية ونبضها ضعيف ناتج عن تناولها مادة سامة غير معلومة، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية إلا أنها فارقت الحياة. وتصدر عنوان حق نيرة طالبة جامعة العريش منصات التواصل الاجتماعي، وكمان انتشرت محادثات بين الطلبة وبعضها في جروب خاص لكلية الطب البيطري في جامعة العريش عن تهديدات وابتزاز للطالبة ونشر صور ليها على جروبات الجامعة وصفحات التواصل الاجتماعي. وبكده يكون خلص الخبر ده النهاردة، ولكن ما خلصتش اخبارنا على مدار اليوم وكل يوم. استنوني في خبر جديد، ما تنسوش لايك على الفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل ما هو جديد، ده لو عايزين تعرفوا باقي تفاصيل القضية دي.